مرحبا بكم في فيديو جديد، لكن قبل البداية من فضلكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. والآن ننتقل إلى الخبر. أفادت تقارير بعزم الجزائر إبرام صفقة تسليح ضخمة تقدر بنحو 12 مليار دولار أثناء زيارة مرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو، لتكون بذلك أكبر صفقة بين الطرفين في العقود الأخيرة. ومن المنتظر أن تخلف ارتدادات قوية على العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد تحذيرات أمريكية سابقة للجزائر من مخاطر التحالف مع الروس. وهذا الدليل القاطع والمصدر الموثوق حول العقوبات التي سوف تفرضها أمريكا على الجزائر. الجزائر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا رغم الضغط الغربي، والآن في الولايات المتحدة تسمع دعوات لفرض العقوبات على الجزائر نفسها بسبب التعاون مع موسكو. هل يمكن أن يؤثر ذلك برأيكم على سياسة الجزائر تجاه روسيا؟ سمعت أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قرابة 27 منهم قد وجهوا رسالة خاصة إلى وزير الخارجية بلينكن يعربون فيها عن انزعاجهم بشأن عدم انضمام الجزائر إلى العقوبات ضد روسيا، واقترحوا في الرسالة بهذا الصدد أن تتم معاقبة الجزائر تحت قانون كاتسا الذي يعنى بمواجهة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات. لدينا مقولة وذكر موقع أفريكا انتليجنس أن الجزائر مهتمة بالحصول على المزيد من المعدات والآليات العسكرية وتشديد الترسانة التي تمتلكها، وأن الصفقة تتضمن الحصول على غواصات وطائرات وصواريخ ومنظومات دفاع جوي كسو 57 وسو 34 وأنتي 4000 وسلاح الفايكينج. لهذا تحركت أمريكا لتضرب الجزائر بقوة اقتصادية، لكن الجزائر قوة إقليمية ووقفت لها بالمرصاد.